اهلا بيكم. معاكم دينا خلاف، لايف كوتش مدربه الوعي الذاتي والتطوير الشخصي. النهارده هاخدكم في رحله كده لاكتشاف الذات. هنبدا نشوف نفسنا من جوه، بس هنشوف نفسنا من خلال الصوره الحقيقيه، وهنبدا نكسر الصوره المزيفه اللي احنا طلعنا عليها. الصوره اللي خدناها اتقال لنا ايه واتقال علينا ايه وصدقناه، اتقال علينا واتقال عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وعشنا بالصوره المزيفه طول الوقت. الناس اللي طول الوقت شايفه نفسها تايهه، شايفه نفسها انها طول الوقت في روتين يومي، اكل، اشرب، انام، اقوم، اروح الشغل. هو انا جاي الحياه عشان كده وبس؟ الناس اللي بتحس ان هي في دايره مغلقه تبدا تسال نفسها السؤال المهم ده: هو انا جاي الحياه ليه؟ هو انا مين في وسط الصوت او الاصوات اللي هي حواليا؟ انت مين؟ انت مين؟ الذات الحقيقيه بقى. تعالوا النهارده نكتشف مع بعض ايه هي الذات الحقيقيه. تعالوا اول حاجه عشان نكتشف نفسنا احنا محتاجين ندخل في حاجات معينه جوه نفسنا. اول حاجه في رحله اكتشاف الذات تكتشف القيم بتاعتك. قيمي يعني البوصله اللي بتحرك حياتي. يعني انا خلال القيم دي بكون مرتاح، مبسوط جدا، حاسس براحه نفسيه مع اي حاجه بعملها. لو انا عشت عكس القيمه بتاعتي بحس اني مخنوق جدا ومش لاقي نفسي في الحاجه دي بناء على قيم الشخصيه. ففي ناس لحد الان هي اصلا ما تعرفش القيم بتاعتها، فتلاقيها طول الوقت بتدخل في علاقات وبتتصدم، بتكون موجوده في مكان ومخنوقه، بتبقى في صداقات ومش حاسه نفسها في الصداقه دي. فهنا انا عايش عكس القيمه بتاعتي، وانا مش عارف ايه القيمه بتاعتي ومش فاهم ايه سبب خنقتي. كمثال، انا في مكان في شغلي وعندي قيمه الحريه قيمه عاليه، والمدير بتاعي طول الوقت متسلط ومتحكم، ومن هنا ببدا احس بالخنقه وانا في المكان بناء على اني عايش عكس القيمه بتاعتي. جوزي متسلط ومتحكم وانا ببحث عن الحريه دي قيمتي. فلو انا مش عارفه القيمه بتاعتي بكون عايشه طول الوقت متضايقه ومش مبسوطه في العلاقه ومش فاهمه ليه، لان انا عايش عكس القيمه بتاعتي. رقم 2 وحاجه مهمه جدا، الهديه اللي ربنا بعتها لك، قدراتك، موهبتك. انت مميز في ايه؟ هل انت دلوقتي اكتشفت ايه الميزه اللي عندك؟ ايه القدرات والمهارات اللي انت شاطر فيها؟ هي دي رحله اكتشاف نفسك. رقم 3 تكتشف شغفك. انت بتحب ايه؟ ايه الحاجه اللي انت بتعملها وبتستمتع بيها؟ ايه الحاجه اللي انا لما بعملها بحس اني عايش، بحس بنفسي في الحاجه دي، بحس اني بقدم حاجه حتى لو بدون مقابل بس انا بحبها، حتى لو خدت فيها وقت طويل جدا انا برضو مستمتع. رقم 4 افهم حاجه مهمه جدا، افكاري، معتقداتي، الحاجه اللي بتمشيني، الحاجه اللي بتكون هي اللي بتاثر على قراراتي المهمه. انا عندي معتقدات واخدها من المجتمع والبيئه اللي انا عايش فيها، افكار معينه ومتمسك بيها. من خلال المعتقدات دي بتاثر على قراراتك، بتخليك يكون عندك احكام على الناس. من اهم المعتقدات اللي بتبوظ حياتنا لو انا واخد معتقد ان انا فاشل، حاسس ان انا قليل في وسط الناس اللي حواليا. من خلال المعتقد والفكر اللي دخلك ده بيبوظ فعلا بقيه حياتك. هتحسي بالفشل او هتحسي بالفشل في العلاقات اللي انت بتدخلها، في شغلك، في دراستك، في حياتك كلها، لان انت طلعت نميت عندك فكر معين او ثبت معتقد عندك ان ده حياتك، ان المعتقد ده هو اللي بيرسم الحياه بتاعتي. والافكار والمعتقدات بتكون سبب رئيسي ان انا ما بقدرش اتخذ قرار مهم في حياتي او باخده غلط. بعد كده بندخل على المشاعر، الحاجه اللي دايما بتاثر فينا. المشاعر لو انا فهمتها جايه ليه ومأثره في حياتي ازاي، وازاي ان انا اخدها بدل ما هي عدو ليا صديق ليا، وافهم مشاعري واسمعها كويس واتعامل معاها بلطف، الحياه معايا اختلفت تماما. انما طول ما انا شايف ان المشاعر هي عدو، انا حياتي متلخبطه ومش فاهم انا زعلان ليه ولا حزين ليه ولا خايف ليه، ومش متقبل المشاعر. فمن هنا انا هنا بكتشف نفسي، بكتشف ايه المشاعر اللي انا بحس بيها وبحس بيها ليه، ودي رحله عميقه جدا لجواك. تعال ندخل بقى على الحاجه اللي شكلت حياتنا، التجارب اللي احنا مرينا بيها على مر السنين، صدمات، احداث، في تجارب معينه كانت سبب في تشكيل صوره معينه لنفسي. لما ابدا افهم التجارب دي اثرت فيا ازاي، اللي انا استفدت منه في التجربه دي وايه اللي انا طلعت بيه من التجربه دي،
هنا انا ببدا اكتشف نفسي الحقيقيه، مش مجرد خبطه خبطتها او تجربه حسيت فيها بالفشل فانا فشلت. فانا هنا بحول عيني على اللي جوه، ايه اللي حصل وليه حصل كده، طب واستفدت ايه من اللي حصل ده، واخد الحدث اللي حصل ليا كصالح. يعني انا باخده من الجانب الايجابي. ممكن اكون اتصدمت في اشخاص، فهنا انا اتعلمت حاجه، الحاجه دي بدات ان هي تغير حاجه في شخصيتي. فالتجربه هنا جايه لخيرك وجايه لصالحك، والمفروض ان انا ابص في اكتشاف ذاتي ان انا استفدت من التجربه. هي ضرتني، ضرتني، كسرتني، كسرتني، وجعتني، وجعتني، بس شكلت فيا حاجه مختلفه تماما. ودي رحله اكتشاف الذات. اهم العلامات بقى اللي بتقول ان انا فعلا بعيد عن نفسي ومش مكتشف نفسي لحد الان. اول علامه عندك ان انت حاسس بالضياع والفراغ طول الوقت، حاسس ان انت تايه، حاسس ان انت بعيد عن نفسك، حاسس ان انت في مكان هي مش تحتك بس انت مش فاهم ليه وعشان ايه واروح فين انا مش عارف. فدي رقم 1. رقم 2، بدخل في علاقات غير متوازنه، بدي قوي، بحاول ان انا ارضي الناس اللي حواليا ومش باخد مقابل ليها. هنا انت بعيد عن نفسك ومش قادر تكتشف ذاتك. رقم 3، طول الوقت ان انا بسعى ان انا اثبت نفسي قدام الناس، بثبت نفسي ان انا موجوده، بثبت نفسي ان انا ناجحه. من خلال اثباتك المستمر انك تثبت نفسك، ده بيقول ان انت ما عندكش ثقه بنفسك وما عندكش اكتشاف لذاتك. رقم 4، ما بقدرش اتخذ اي قرار في حياتي، لازم الجا لحد عشان اقول له ايه رايك في القرار ده، ولو خدت قرار مجرد بس ما حد قال رايه ببدا ان انا اتهز في قراري واتراجع عن قراري. ده بيقول ان انت مش مكتشف ذاتك. طيب انا لما ادخل رحله اكتشاف الذات هستفاد ايه بقى؟ اول حاجه تستفادها انك هتبدا تعرف رسالتك. انت جاي الحياه، انا قلت انت مش نسخه تانية، انت ليك بصمه وليك اثر هتسيبه في الحياه. يا ترى انت جاي الحياه ليه؟ ومن خلال انك تعرف قدراتك وتعرف شغفك والموهبه اللي ربنا حطها فيك والقيم بتاعتك والقيمه اللي انت هتقدمها للناس، انت من هنا تبدا تطلع الرساله اللي انت جاي عشانها الارض، ان انت خليفه الله على الارض من خلال الرساله اللي انت هتسيبها في يوم من الايام على الارض. رقم 2، ان انا هقدر ان انا ادخل علاقات صحيه، هقدر ان انا ابني علاقات صحيه انا ببنيها من وعي وادراك، مش داخل فيها بلا وعي ومن احتياج ان انا محتاج حاجه معينه من العلاقه دي. فده مختلف جدا. لما بكتشف نفسي بدخل العلاقه وببدا ان انا ابني علاقات صحيه وبعمل حدود نفسيه لنفسي، حدود نفسيه صحيه. فانا ولا بتاذي ولا باذي الناس اللي حواليا، انا لا اسمح باي اذى لنفسي لان انا فاهم نفسي كويس جدا وفاهم انا محتاج ايه كويس جدا. لما بدخل رحله اكتشاف الذات بقدر ان انا اخرج من حاله التشتت. كتير مننا بيجي يقف كده وعنده تشتت، مش عارف ايه المناسب ليه وايه اللي مش مناسب ليه، يختار ايه؟ يا ترى الوظيفه دي ولا الوظيفه دي؟ يا ترى الكليه دي ولا الكليه دي؟ وانا واقف في نص الطريق ومش عارف، طب اختار الشريك ده ولا اختار الشريك ده؟ مين المناسب ليا؟ انا مش عارف، لان انا اصلا مش عارف انا مين. فمن خلال رحله اكتشاف الذات بتبدا تختار ايه المناسب ليك وايه اللي مش مناسب ليك. طب قول لنا بقى ايه الادوات اللي تساعدنا ان احنا نكتشف نفسنا؟ اول حاجه انا دايما اقول لك افصل بينك وبين العالم اللي بره، خد وقت كده ده بتاعك انت فيه هدوء. انا هنا بفصل كل صوت خارجي لان انا عايز اسمع الصوت الداخلي الحقيقي اللي جوايا. وابدا اعمل تمارين التنفس العميق، شهيق، اهدى، زفير. بدات تعمل مره 2 3 حسيت بهدوء، استرخاء لعقلك، امسك ورقه وقلم واكتب انا مين. انا مين بقى، وافصل نفسك عن الدور اللي المجتمع حطك فيه، اب، موظف، ام، مربيه، ايا كان الدور اللي انت حطيتي فيه كمجتمع او العيله او المنصب ايا كان. افصلي الهويه الحقيقيه بتاعتك عن دورك في المجتمع وابداي شوفي ايه القيم اللي انا ما ينفعش اتنازل عنها ابدا، لازم اطلع اساسي عندي دي القيم بتاعتي، دي اللي تمثلني. والقيم دي موجوده عندك على الانترنت، بتطلع مجموعه قيم 20 قيمه، بعد كده بنزل ال20 قيمه ل10 قيم، بعد كده بثبت من ال10 قيم بضغطهم في 7 بس، دول بالنسبه لي اللي يمثلوا انا، ده انا. يعني لو انا عشت عكس القيمه دي او في تضارب بيني وبين القيمه انا مش بكون مبسوط لان ده بيمثلني انا. فطلع اول حاجه القيم اللي انت ما ينفعش تتنازل عنها. رقم 2، اسال نفسك ايه الصفات اللي انت بتحبها في نفسك وايه الصفات اللي انت مش بتحبها في نفسك. ده مهم جدا، لازم اعرف ايه اللي انا بحبه وبيميزني
واللي انا مش بحبه، ومتقبل اللي انا مش بحبه ده في نفسي، وهشتغل عليه وهسويه لصفه بحبها في نفسي. فهنا انا متقبل الحاجه الحلوه ومتقبل الحاجه الضعيفه عندي اللي انا محتاج ان انا اتغير فيها. رقم 3، سؤال مهم قوي، اسأل نفسك ايه اللي بيخليك مبسوط وسعيد وليه؟ وايه اللي بيخليك حزين ومتضايق وبرضه ليه؟ السؤال ده مهم. الاسئله دي تخليك تدخل جوه اكتر وتعرف نفسك اكتر واكتر، وهتكتشف حاجات عميقه جواك. السؤال اللي بعد كده، ايه البيئه اللي انا محتاجها عشان اكون موجود فيها؟ ما انا ممكن اكون في بيئه هي سامه بالنسبه لي، هي موتراني، هي سبب ضعف في شخصيتي. فابدا شوف احتياجك ايه من خلال البيئه اللي انت عايز تعيش فيها او اللي انت راسمها لنفسك. فانا محتاج اشوف البيئه الداعمه ليا، انا محتاج ناس ايه. فلو انا مع اشخاص سامه، اشخاص طول الوقت بتديني كلام سام، انا محتاج افصل نفسي عن الاشخاص دي او البيئه اللي انا عايش فيها دي. انا ممكن ما اقدرش اسيب الناس، بس انا بفصل هنا. ببدا ان انا لما اعرف نفسي كويس جدا بفصل الكلام السلبي، هو لا يمثلني. افكارهم، معتقداتهم لنفسهم لا تمثلني بشيء. فده مهم جدا، لازم تعرف البيئه اللي انت محتاجها. بعد كده اسأل نفسك التجارب اللي مرت عليك وغيرت في شخصيتك وشكلت فيك. اكتب التجربة واكتب انت اتغيرت من خلال التجربة دي في ايه وايه وايه وايه. اكتب 1 2 3 4. شخصيتي كانت كذا، كنت ضعيف، كنت محتاج كذا، كنت بتكل على الناس قوي، كنت بحس بالثقة من خلال الاشخاص دي. دلوقتي انا بقيت 1 2 3 4، او ممكن اكون محتاج 1 2 3 4. فاكتب التجارب دي، هتفرق معاك انك تبدا تشوف الحاجات الضعيفه اللي عندك والحاجات اللي انت محتاج تتقوى فيها وتشتغل عليها. اخر سؤال، وسؤال مهم جدا كلنا لازم نساله لنفسنا، ايه الشيء اللي لو ضاع من حياتي او فقدته في الوقت الحالي انا هحس بالضياع من غيره؟ هحس ان انا لا، ما اقدرش اتذكر كده لحظه ان انا ممكن استغنى عن الشيء ده، انا من غيره ولا حاجه. ومن خلال السؤال ده هتحس ان انت في تعلق في جزء محتاج ان انت تفك التعلق ده، لان التعلق بالشيء هيألمك ويوجعك، وكده كده هو هيسيبك. فمحتاج اعرف الشيء اللي انا حاطط قيمتي عليه وحاطط حياتي عليه ومن غيره انا ضايع، وابدا فك التعلق في الشيء ده، لان ده هيفرق في حياتك جدا. كل ما تعلقت، كل ما قيدت نفسك في ايد حاجه تانية، حاجه ماديه، كل ما تحررت كل ما بقيت حر وبقيت تعرف نفسك اكتر وبقيت تعيش لنفسك مش عايش للناس اللي حواليك. ومن هنا انا ببدا اكتشف الجانب الحقيقي اللي جوايا، الجانب اللي طول الوقت كان مطفي، ما كانش موجود او ما كنتش شايفه. شيل كل صوره مزيفه انت طلعت عليها وانا طلعت عليها، وابدا اشتغل عليها صح، انك تكسرها وتبين الجوهر والكنز اللي جواك، لان فعلا هتلاقوا كنوز جواكوا انتوا ما كنتوش واخدين بالكم منها. ابدا اسال نفسك ايه الحاجه اللي دايما الناس بتشكرك وبتقول انك مميز فيها، لان دي بتكون موهبتك وربنا عطاك بصمه مختلفه عن بصمتي. فانت جاي الحياه حاجه مختلفه، حاجه كده مميزه وفريده من نوعها، مش جاي شبه حد ولا كماله عدد ولا انا جاي غلطه. ومن هنا انا ببدا رحله لاكتشاف الذات واكتشف الكنز اللي ربنا حاطه جوايا. اشكركم جدا جدا جدا. ممكن اكون محتاج لدعم، ممكن اكون محتاج لمختص معايا، هسيب لكم الرقم لاي حجز او استشاره في اخر الفيديو. شكرا جدا جدا ليكم، ولو حسيتوا ان الكلام ده فرق معاكم وهيفرق مع ناس تانية ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع ناس تانية. شكرا لكم.